بص بقى، القصة بدأت لما جوكو وجوكو قرروا يعملوا حاجة غريبة جدا، يسافروا لليونان القديمة. وأول ما وصلوا الناس هناك بصت لهم كأنهم شافوا عفاريت. واحد قال: هو شعره واقف ليه كده؟ جوكو طبعا ولا هنا، بيسأل في أكل فين. جوكو بقى قرر يعمل حركة عظيمة، طلع لبان. الجنود الإسبرتيين أول مرة يشوفوا البان في حياتهم. واحد جرب ونفخ في القاعة، با! المدينة كلها اتقلبت. جوكو قال: طب ما اعمل باور اب كده صغير. الناس جريت وقالوا: ده إله ولا إيه؟ وفجأة يظهر الإسكندر الأكبر بنفسه، يبص لجوكو يقول له: إيه اللي في بقهم ده؟ جوكو بكل ثقة: ده المستقبل يا معلم. وفي الآخر اليونان كلها بقت تمضغ لبان، وجوكو كان لسه بيدور على أكل. ما تنسوش بقى تعملوا لايك وسبسكرايب للفيديو. يلا، سلام عليكم.